بسم الله الرحمن الرحيم. سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. اليوم باذن الله جبت لكم كروكي بزوج حبات بيض رايح يخرج لكم كميه كبيره ان شاء الله. هذا الكاس يرفد 260 ملي، درت 200 غرام تاع السكر، رايح نخلطو مليح بالباتور حتى وين نحس السكر ذاب تماما. هنا عندي نص الكاس نتاع ماء يكون دافئ، نص كاس. رايح نخلطو هكا برك بالفوي ولا نخلطوه بالباتور كيف. المهم السكر والبيض لازم نخلطوهم بالباتور حتى وين يذوب لنا تماما هذاك السكر. ورايحه ندير الكاس معمر ناقص ان دوا تاع الزيت، رايحه نديرو هكا نفرغو ديراكتومون هكذا ونخلط بالفوي برك. يعني كي نخلطو لازم نخلطو مليح باش يندمجو كامل المكونات. هنا عندي مغرف صغيره تكون معمره مليح نتاع لافاني، وعندي شوفوا المغارف نتاوعي كيفاش راهم معمرين نتاع النشا. عندي 3 مغارف، تقدروا ديروا حتى 4 مغارف، كل ما يعني 4 قادرين ديروا 4 ما فيهاش يعني اشكال. راح نخلط هكذا بالفوي برك كيما تقدروا تخلطوا بالباتور. هذا الكروكي رائع جدا جدا، ما تفيقيليوش كامل درتيه بالماء. زوج حبات بيض راح يخرج لكم كمية كافية و يعني كبيرة ان شاء الله. هنا ضربته شوية بالباتور ومن بعد رجعته. هنايا راح نكمل باقي المكونات. نوجد الفرينة نتاعي، درت هنايا شويه نتاع الفرينه ما تقدريش تقولي اشحال ديري، كل فرينه تشرب. كاين الفرينه اللي تشرب وكاين الفرينه اللي ما تشربش. هنا درت شويه تاع الفرينه خلطها هكا، لازم نخلطوها مليح بالفوي. هنا الفرينه لازم نخلطوها بالفوي برك. انا درت شويه، شوفوا درت هنايا نهار الاول درت شويه نتاع الفرينه وزيت شويه، ومن بعد زيت مغرف صغيره النص نتاعها نتاع بيكربونات. من بعد نكمل نخلط حتى وين نديرو شويه نتاع الفرينه باش نديرو بيكربونات. بديت نخلط حتى وين قريب نكمل يعني الفرينه. شوفوا كيفاش ولا الخليط. هنايا راح نزيد الفرينه، راح ندير الفرينه يعني نزيد كمية قليلة. وعلاش راني ندير كمية قليلة؟ باش ما تخرج لكمش الزيت هكذا. ونخلطو بالباتور ماشي عفوا بالفوي ماشي بالباتور. هنا كي قريب خلاص قريب نكمل يعني قريبت العجينة نتاعي تلحق عجينة الكروكي. هنا درت لها زوج كيس، زوج اكياس نتاع خميرة الحلويات، يعني 20 غرام تاع خميرة الحلويات. هنا الخميرة نخلوها هي الاخرى هكا، ونخلط بالمغرف. خلاص الفوي ما نقدرش نخلط بيه، والعجينه نتاعنا ما لازمش تكون يابسه، ما تكون طريه وما تتلاصقش في اليدين هكذا. شوفوا العجينه نتاعي درك نديرها كريات او الحرابش هكذا. من بعد عندي التزيين اللي درتو ما درتش درت صفار حبه بيض، ومن بعد درت شويه تاع صفار. قلت لكم درت صفار حبه بيض، ودرت لها مغرف صغيره نتاع الكاكاو، وشويه مغرف صغيره برك نتاع قهوه. ومن بعد خلطتهم هكا وزدت لها شويه تاع الزيت يعني مغرف. شوفوا نديروا صفار حبه بيض، مغرف صغيره تاع الكاكاو، مغرف صغيره نتاع قهوه سريعه الذوبان، تقدروا تروحوا حتى لزوج مغارف، ومغرف صغيره تاع الزيت. خلطوهم هكا مليح وديروا لهم يعني كالتزيين او يعني ندهنوا بها العجينه. من بعد نديروه يطيب. شوفوا هنا راني في الليل ما راهش يبان مليح، ولكن خرج رائع جدا. هنا في الليل باش نشربوا به القهوه الصباح ان شاء الله. خدمته في الليل وقلت ولا غير نشاركهم معاكم باسكو علاش زوج حبيبات بيض راح يخرج لكم كميه كافيه ووافيه، ويخرج رائع خفيف وهشيش، وفي ما تعقليش كامل درت له الماء. اذا قلت لكم هكا واصحاب المشاريع قادرين يديروه ويسترزقوا به. هنايا تقدروا ما ديروش الشوكولا كاكاو، تقدروا تخلوه هكاك بالحبه بيض وخلاص.
شوفوا هنايا راح نقسم لكم الحبة وتشوفوا شحال خفيف وهشيش وخرج رائع جدا جدا. لوكو نتاعو رائع رائع. اذا شهيتكم في الجنة وما بقى لي غير نقولكم دمتم في رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.